عمرك لاحظت ان انت لما بتتضايق او تحس بالغضب ان انت بتنسحب، بتدخل اوضتك وتقفل على نفسك، تاكل كتير مثلا او تشرب سجاير لو انت مدخن؟ الحاجات دي كلها عمرها ما ساعدتك. انا مارينا رمسيس، اخصائي نفسي، رئيس قسم الاختبارات والمقاييس في مجموعة مراكز تميز ومركز تميز للصحة النفسية. في الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي نتعامل مع المشاعر دي بطريقة صح. اول حاجة لازم تميز شعورك وتعرف انت حاسس ايه دلوقتي، وتبتدي تعبر عنه وتسميه. تاني حاجة تتقبل الشعور مهما كان هو ايه، ما تحاولش ترفضه او تقول لنفسك لازم ما احسش بالشعور ده. تالت حاجة تراقب مسار الشعور ده في جسمك، يعني مثلا الشعور ده خلاك تهز رجلك، الشعور ده خلاك عايز تعيط، الشعور ده خلى جسمك يكون مشدود شوية. اول ما بتلاحظ السلوك ده اللي بيحصل في جسمك بيبتدي يهدى لوحده. الدايرة اللي احنا بنتكلم عليها دي بتاخد تقريبا حوالي 90 ثانية وبس، وبعدين تبتدي تراقب افكارك علشان تعرف ايه الفكرة اللي سببت الشعور ده. ولما تعدل الفكرة اكيد الشعور كمان هيتعدل. خليني اقولك على طريقة سهلة تساعدك ان انت تعرف تعدل افكارك بشكل بسيط. اول حاجة انت محتاج ان انت تحدد الفكرة بالظبط وتعرف هي ايه. بعد كده تبحثها بشكل كويس، تعرف تفاصيلها، وبالتالي هتعرف تعدلها. لما نعدل الفكرة هنعرف نعدل الشعور زي ما قلنا، لكن لو اعتمدت ان انا اعدل الشعور وبس من غير ما اشوف الفكرة اللي وراه، هيبقى تعديل مؤقت، مش هيبقى مستمر معايا لوقت طويل. لكن تعديلك للفكرة هيساعدك ان انت تحس بشعور ايجابي ويكون افضل. وفي خطوة تعديل الافكار احنا عارفين ان هي بتكون صعبة، عشان كده وفرنا لك في مركز تميز للصحة النفسية جلسات الدعم النفسي مع مجموعة من المتخصصين هتساعدك ان انت تعدي الخطوة دي بأمان. ولو حابب تعرف تفاصيل اكتر تقدر تتواصل معانا من خلال الارقام اللي موجودة على صفحتنا او من خلال الرسائل ومن خلال منصاتنا على السوشيال ميديا.